بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نحن الآن في إحدى ضواحي مكة المكرمة، وبالضبط عند هذه المقبرة التي تؤرخ لحدث هام في تاريخ المسلمين. هنا حدثت معركة فخ. معركة فخ جاءت في إطار سلسلة من الثورات التي كان يقوم بها آل البيت عليهم السلام ضد الظلم والطغيان الأموي والعباسي. ومعركة فخ التي كان فيها قائد الثائرين هو الحسين بن علي العابد، الذي ينتهي نسبه إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءت هذه الثورة بعد ثورات لآل البيت سابقة، كثورة الحسين بن علي رضي الله عنه والذي استشهد في كربلاء، وثورة محمد النفس الزكية أيضا التي انتهت باستشهاده رضي الله عنه. وكانت بين هذه وبعدها ثورات أخرى لآل البيت، ثورات متواصلة، إلى أن جاءت سنة 169 للهجرة، فثار الحسين بن علي العابد على الحكم العباسي. فكانت من نتائج هذه الثورة أن وقوع هذه المعركة، معركة فخ، وكانت يوم 8 من المحرم، يعني في يوم التروية. وكان آل البيت وكان الثائرون محرمين بثياب الإحرام، لأن يوم التروية هو يوم بداية الحج. فالنتيجة هي القضاء على هذه الثورة وقتل الحسين بن علي العابد رضي الله عنه، وقتل من كان معه من الثائرين، ولم ينجو إلا القليل. وممن نجا إدريس بن عبد الله الذي فر من هنا إلى مصر، ثم إلى برقة، ثم إلى المغرب الأقصى، حيث أسس دولة الأدارسة في المغرب. إذن فهذا المكان في مكة المكرمة بمثابة مكان ميلاد أسرة الأدارسة، ورحم الله هؤلاء الشهداء وتغمدهم بواسع رحمته.